وحيا الله فيكم من جديد بمطبخ رولا ووصفة جديدة. اليوم وصفتي سهلة كثير بسيطة كلنا بنعرفها، بس مش كل الناس بتنجح مع الرز بحليب. رح أعطيكم طريقة سهلة كثير من غير لا نسلق الرز ولا نحط نشا. رح تطلع قوامها كريمي متماسكة، طعمتها كثير طيبة. بس بتمنى منكم تدعموني وبتمنى تشاركوا فيديوهاتي ومنقول بسم الله. بالبداية عندي هون 3 لتر من الحليب الكامل الدسم، حطيتهم بالطنجرة وحطيتهم على النار. بس الحليب وصل لدرجة الغلاء قبل الغليان بشوي، ما غلى الحليب انتبهوا. أضفت عليه مقدار من 3 كاسات من الرز، 3 كاسات شاي، نقعتهم قبل نص ساعة ومغسلتهم كثير منيح ونقعتهم شي نص ساعة. أهم شي هالخطوة إنه يكون الرز منقوع والحليب مش موصل لدرجة الغليان سخن. بس اني اضفتهم بلشت حركهم كل شوي، حركهم مع التحريك المستمر، يعني غيب عنهم شوي ارجع قلبهم، غيب عنهم شوي ارجع قلبهم، لحتى سمك عندي قوام الرز بحليب وصار عندي هالقوام الكريمي الحلو اللي شايفينه امامكم. واستوت حبة الرز تماما. اضفت عليهم 3 كاسات شاي من السكر، نفس الكاسي اللي اضفت فيها الرز عفوا، وحركتهم كثير منيح لحتى ذاب السكر تماما. وإضافة اختيارية أضفت عليهم علبة من القشطة، تقدروا تنكهون بماء الزهر، بماء الورد، بالمستكة، باللي بتحبوه، بالفانيليا، بس نحن هيك بنفضل نكهته تكون نكهة القشطة ظاهرة فيه. بعدين بس خلص سمك القوام سكبتهم بالزبادي مثل ما شايفين. ما شاء الله الكمية عملت لي 12 زبدية. ما شاء الله القوام ولا أروع من هيك يا جماعة، النكهة بتشهي، كريمي، لا سلقنا الرز ولا أضفنا نشا. وزينتهم بالقشطة المخفوقة، طبعا الزينة اختيارية مثل ما بتحبوا، مثل ما متوفر عندكم تقدروا تزينوها. من أروع وأطيب وألذ وصفات الرز بحليب. بتمنى تكون عجبتكم، وبتمنى تشاركوا لي فيديوهاتي يا جماعة لحتى صفحتي تصل لأكبر عدد من العالم. وشكرا كثير لكم على كل دعم عم تدعموني إياه، وبشوفكم بفيديو جديد، وباي باي.